بتبتدي قصة فيلمنا بحاجة ماشية بسرعة جدا فوق بحيرة لغاية ما بتخبط البنت ديت، وبتكون طيارة بريموت، واللي بيتحكم فيها الشاب دوت، وبيقول لها مش هتطمني على جيسيكا. وبتقوم البنت عشان تطمن على صاحبتها جيسيكا، وبتكون جيسيكا نايمة، وفجأة بتتحرك حركات غريبة على السرير، والبنت بتقرأ قصة، وفجأة جيسيكا بتقوم وبتكون قاعدة على السرير، والبنت بتتفاجئ لما بتلاقي جيسيكا بتقول الكلام اللي مكتوب في القصة بالظبط. فبتتخض، فبتقول لها مالك يا جيسيكا، وجيسيكا بتتقلب من على السرير وبترجع حاجات غريبة من بقها، والبنت بتطبطب عليها، لكن بتفتح عينيها فجأة وبتخنق البنت، وبتمسك شعر البنت وبتشدها منه جامد، والبنت بتروح للشاب على البحيرة وبتكون منهارة، ووراها جيسيكا. وجيسيكا بتمسك الطيارة وبتخبطها في وشها وبتقع في البحيرة، وبينط وراها الشاب عشان ينقذها، لكنها بتخلص عليه في المية لما بتمسكه، وبتطلع جيسيكا مرة تانية طايرة من البحيرة. وقبل يوم واحد ديت اسمها إيلي، وديت بنتها بريدجيت، وده دان ابنها، وديت بنتها الصغيرة كاسي. والباب بيخبط، وبتقوم إيلي بتفتح الباب وما بتلاقيش حد، وبتكون أختها بس بتخضها وبتسلم عليها. وإيلي بتقول لدان ياخد السيارة عشان يشتري بيتزا مع اخواته، ولما بيرجعوا بيحصل زلزال، والبيتزا والمشروبات بتقع على الأرض، والزلزال بيكون عنيف جدا جدا لدرجة الأرض بتتشق. ودان بيلاقي فتحة بعد الزلزال وبيبصوا فيها، وكاسي بتقول إنها قبو البنك القديم. وبينزل دان وبيلاقي صندوق فيه صورة ل3 كهنة واسطوانات قديمة، وبيخبط في تمثال في الضلمة وبيقع على ظهره، وبيلاقي شوال وفي حاجة بتتحرك جواه، ولما بيفتحه بيلاقي حشرات كتيرة جدا وبيخاف منها، وتحتها كتاب أثري، وأمهم بتكون قلقانة عليهم لغاية ما بتلاقيهم قدامها. وكاسي بتقول إن البيتزا وقعت وأمهم بتاخدهم في حضنها. ودان بيحاول يفتح الكتاب وبيكون له أسنان، فبيتجرح من الأسنان ديت وبينقط دم على الكتاب، والكتاب بيمتصها، والأسنان بتفتح لوحدها. وبعدها بيفتح دان الكتاب وبيكون فيه رسومات مرعبة، فبتخاف بريدجيت وبتقفل الكتاب وتقول له رجعه مكانه، ويقول لها امي مش هتسمح ليا ان انزل تاني، وتقول له خلاص رجعه الصبح. ودان بيشغل اسطوانة من الاسطوانات اللي لقاها، وبيكون فيها صوت كاهن بيتكلم عن الكتاب، وهو كتاب الموتى، وغلافه مصنوع من لحم بشري معالج، وفقراته ورسوماته مكتوبة ومرسومة بالدم. وبيشغل الاسطوانة التانية والكاهن بيكمل ان احنا ترجمنا كتاب الموتى، وقرايته بتخلي قوة خارقة للطبيعة بتخترق عالمنا. وفي نفس الوقت الأم إيلي بتكون بتركب الأسانسير، ودان بيسمع صوت مخيف ويحاول يوقف الصوت ما بيعرفش، وبيسهر زي ما تكون حاجة بتجري بسرعة في الشارع، وبتتوجه لبيت عائلة إيلي، وبتخترق الجراج لغاية ما بيفتح الأسانسير، والقوة الخفية بتخبط إيلي وبتقع على الأرض في الأسانسير، وبتفوق وبتخبط عشان حد ينقذها، لكن بتحس في حد معاها، وحد بيشد الحلق من ودنها، وبتصرخ وبتسمع صوت عالي جدا في ودنها، وبينزل حبل من سقف المصعد وبيلف حوالين رقبتها، وبتتشد لفوق وبتنزل أحبال كتير لغاية ما بتتكتف، والكهرباء بترعش في كل مكان في العمارة وبتقطع الكهرباء. وبريدجيت بتقفل الكتاب، وبتيجي إيلي في الضلمة وما بتتكلمش خالص، وبتدخل على المطبخ على طول وتولع نار البوتاجاز، وبتحط طاسة بجنان وبتحدف البيض على الطاسة، وبس بتسألها مالك يا أختي، وبتقلب البيض بالقشر وبتكون مش طبيعية خالص. اللي بترد انتوا ما تعرفوش انا نفسي في ايه، انا نفسي اشقكم وادخل جواكم. وكلهم بيكونوا مستغربين من الكلام ده، وبتترعش جامد، والطاسة بتقع منها على الارض، وبتوطي على الارض بايديها وبتحبي وبتزحف بجنون، وكلهم بيخافوا منها وبيجروا بره المطبخ. وفجأة بترجع حاجة بيضة من بقها وبتغرق الارض وبتسقط بعدها على الارض، واختها ودان بيشيلوها وبيودوها على اوضتها. وبس بتقول لجارها اللي حصل وانها ماتت، وجارها بيحاول يقفل عينيها لكن بتفتح تاني وبيكون شكلها مرعب، وجيرانها بيسألوا ممكن ندعي لها، وفعلا بيدعوا لها. وبس وهي قاعدة جنبها بتلاقي رقم إيلي بيرن على تليفونها، وتقول لها أنا بتصل عشان أسلم عليكي،
وتقول لها ساعديني. فبس بتخاف جدا عشان اختها ماتت وهي جنبها، والتليفون بيتكسر لوحده. ولما بتلف بتلاقي إيلي مفتحة عينيها وعينيها بتتحرك. فبس بتتخض وبتقف وبتقرب منها، وبتكون حرارتها عالية جدا. فكلهم بيشيلوها تاني وبيحطوها في البانيو بمية ساقعة، وبتتحرك بسرعة في المية وبتصرخ. وفجأة بتلزق في السقف وبتمشي على السقف وبتصرخ بصوت عالي، ومية البانيو بتكون بتغلي وبتسقط في البانيو تاني وبتطلع، ولون عينيها بيتغير وبتزحف بره البانيو، وكلهم بيجروا منها. وبتعور اختها في ايديها بقطعة من الازاز. وبريدجيت بتقول لها مالك يا ماما، فيكي ايه؟ فبتقول لها بقيت حرة منكم ايها الاستغلاليين. وبتنط على بريدجيت وبتجرحها في خدها وبتطلع لسانها، لكن دان بيضربها. ودان بيقوم بريدجيت، وإيلي بتقف في الضلمة وبيجي جارهم، ولما بتشوفه بتنط عليه وبتعضه في عينيه وفي رقبته، وبتكون متوحشة جدا وبتهجم كمان على واحد تاني من الجيران. فبس بتقفل الباب بسرعة وبتخبط إيلي على الباب براسها، وبتبص عليها من العين السحرية وشايفة أختها بتفترس الجيران. وبريدجيت بتقول لأخوها أنت السبب عشان كتاب الموتى، وبيقول لها مش غلطتي، وتقول له لا غلطتك. وبيتخانقوا مع بعض، لكن بس بتبعدهم عن بعض. ودان بيوري خالته الكتاب، وإيلي عمالة تغني الكاسي من ورا الباب. وبريدجيت بتشوف الجرح اللي في خدها، ودان بيوري خالته الاسطوانات، وجرح بريدجيت بيكبر اكتر واكتر وبتنزل دم اسود من مناخيرها. وإيلي بتغني الكاسي وبتبص على امها من العين السحرية. وبريدجيت بترجع ديدان سودا كتير، وإيلي بتطلب من كاسي تفتح الباب عشان يكونوا اسرة سعيدة. وفعلا كاسي بتفتح الترباس، وبعدها بتصرخ وبيجروا كلهم، وإيلي بتكون ماسكة كاسي من رقبتها. ودان بيلحقها، وبس بتقفل الباب بسرعة. وبس بتدخل المطبخ وبتلاقي بريدجيت قاعدة على المطبخ وبتاكل الإزاز، وبتكون مبسوطة وهي بتاكله، وشكلها بيكون مرعب ولون عينيها بيتغير برضه. وبتقفز على بس وبتضربها في رجليها، لكن بس بتضربها بحاجة في راسها. لكن بتقوم بسرعة وبتهجم على كاسي، لكن السيخ بتاع لعبة كاسي بيدخل في بقها، لكن بتسحب السيخ عادي من بقها، وبعدها بتسقط على الأرض وبيكونوا مرعوبين منها. وبس بتقول لدان أكيد في الاسطوانات ديت حل للي احنا فيه، وبتدخل أوضة دان وبتقفل على نفسها عشان تسمع باقي الاسطوانات. ودان وكاسي بيحسوا بحد بيزحف فوق السقف الساقط، وفجأة بيلاقي بريدجيت متغطية بملاية وطايرة ناحية دان، لكن دان بيضربها بالسكينة وهي كمان بتجرحه في ايديه. وبس بتسمع ان الحل هو قطع كل مفاصل الجسد. وبريدجيت بترجع دم على دان وبتضربه تاني بالسكينة، فبيولع فيها بالنار وبتصرخ. وبس وهي بتسمع الاسطوانات بتشوف إيلي وراها في الإزاز، وإيلي بتصرخ، وبس بتضربها بآلة حادة في رقبتها. وإيلي بتضربها وبتسقط بره الأوضة وبتهجم عليها تاني، لكن كاسي بتحدف لها مقص، فبس بتضربها في وشها. وبس بتهرب هي وكاسي بره الشقة بسرعة وتقول لها ما تبصيش وراكي. وإيلي بتشيل المقص من وشها وبتجري على أختها، لكن بس بتضربها بالبندقية في رجليها وفي دراعها كمان. ودان كمان بيتحول زي أمه وبريدجيت وبيتجمعوا مع أمهم. وإيلي تقول كله هيموت قبل الفجر، حتى الجيران كمان بيتحولوا وكلهم بيتجمعوا مع بعض في وحش واحد. وبس وكاسي بيدخلوا الأسانسير والكهرباء بترجع لوحدها، والزراير بتتحول للون الأحمر، وبيتساقط دم كتير في كابينة الأسانسير وبيكونوا غرقانين في الدم. وبيلاقوا الوحوش المتجمعة جاية من فتحة الأسانسير، وبتكون أيادي كتيرة جدا، والأسانسير بيقف في الجراج وبيفتح والدم كله بينفجر بره. وبس بتاخد كاسي بسرعة وبيجروا على العربية وبتتحرك، لكن العربية بتعطل، والوحش المتجمع بيظهر في الجراج وبيجري ناحيتهم وبيستخبوا، وبيجروا ناحية باب جرار، لكن الوحوش بيشدوا كاسي من رجليها وبس بتصرخ. والوحش بيحط كاسي في عربية المفرمة، وكان الوحش هيقطع كاسي بمنشار، لكن بس بتنقذها في آخر لحظة. والوحش بيحدف المنشار على بس وبتقع على الأرض، والوحش بيشغل المفرمة وبيشد بس من رجليها للمفرمة، لكن كاسي بتوقف المفرمة وبس بتقع على الأرض وبتمسك المنشار
وبتطلب من كاسي تشغيل المفرمة، وبتضرب الوحش بالمنشار وبتزق الوحش في المفرمة، والدم بيغرق الجراج كله. وجيسيكا اللي ظهرت في اول الفيلم بتكون في نفس الجراج وبتلاقي المفرمة وبتنزل من عربيتها، وبيكون في كيان شرير بيتحرك ناحيتها وبيلبسها برضه. وبكده يكون ملخصنا خلص. برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام.